Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. طيب أيها الحاضرون المحترمون وإخواني الأحباء، الحمد لله نحن الآن في معهد ابن سينا Global Azhar Relief، وقد حضرنا أمامي أستاذان الذي يتخصص باللغة العربية. أعرفكم جميعا، هذا أستاذ درمان فردمانشاه. هلا مرحبا. من؟ فردمانشاه. وهذه أستاذة ريما حسن الخريمة. نعم، ما شاء الله. إن شاء الله أنا سأسألكم عن السؤال الذي يتعلق بتطبيق اللغة في المعهد ابن سينا Global Azhar Relief. طيب، كيف حالكم؟ كيف حال يا أستاذ؟ بخير. خير. وأنت أستاذة ريما؟ الحمد لله بخير. سعدت في هذا اليوم. يمكن أسألك عن تطبيق اللغة في هذا المعهد. تفضل. وأنت يا أستاذ؟ إن شاء الله أنا جاهز بإذن الله. ما شاء الله، بإذن الله. طيب جيل، أولا أريد أن أسأل إلى أستاذ فردمانشاه. أستاذ فردمانشاه، ما رأيك فيما يتعلق بحال الطلاب والأساتذة في هذا المعهد؟ نعم، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نشكر الله على نعمه العظيمة، ونحن فيها إن شاء الله نستفيد بها إن شاء الله استفادة كثيرة في حياتنا هذه. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله الذي ماذا يعني أيدنا بهذه الأمانة من الله سبحانه وتعالى، جعلنا من المطبقين هذا الدين الحنيف إن شاء الله. ثم بداية نرد على هذا السؤال، أن هذا المعهد المبارك فيه طيب، فيه نعمة يعني التي بها إن شاء الله يعني نحن نربي الطلاب والطالبات الموجودين بهذا المعهد المبارك. نعم. إن شاء الله عن طريق هذا المعهد يعني نطبق ونربي ونطبق. بداية الشيء أقول أن تطبيق هذا نطبق التطبيق. ما هو التطبيق؟ يعني نطبق اللغة العربية. صحيح. كما أردنا سابقا يعني في أساس هذا المعهد المبارك يعني. وثاني شيء يعني شيء ثاني أقوله، عن طريق هذا المعهد نحن نستطيع ونحن قادرون على يعني نشر الدين. صحيح. نعم، هذا الدين كما قال الله تعالى: الدين عند الله الإسلام. الإسلام هذا هو ديننا. إن شاء الله به نحن يعني نطبق هذا البرنامج. أول شيء يعني البرنامج الموجود في هذا المعهد المبارك يعني، وبه نحن إن شاء الله نربي الطلاب حتى يفهموا هذه اللغة العربية الفصحى يعني. صحيح. يعني كثير من الطلاب والطالبات الموجودين في أي معهد موجودة في بشكل خصوص يعني بشكل خاص يعني في المنطقة عند أتشي يعني ما يطبقون اللغة العربية، غير يعني يفهمون اللغة العربية عن طريق قراءة كتب، أما الكلام لا، هكذا يعني. وهذه رأيت المشكلة الآن في هذا هو يعني بما يتعلق بالمعهد كما سألتم قبل قليل. نعم. خلاص. نعم إن شاء الله. يمكن تواصل. تفضل تواصلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طيب، حابك أن تعيد السؤال؟ لا، أنا ما رأيك فيما يتعلق بحال الطلاب والأساتذة في هذا المعهد؟ ما رأيك؟ أرى جميعهم يساعد بعضهم بعضا، والطلاب والطالبات لهم رغبة في تعلم اللغات العربية بكثرة، خاصة الطالبات.
لهن هذا إرادة قوية في تعلم اللغة وفي تطبيقها كذلك. أجاز جميعا؟ نعم أكثرهن. أكثرهن. نعم. وكيف رأيك بالنسبة للأساتذة؟ عندنا نقصان طبعا، ولكن سنمر بمرور الوقت سنحاول أن نجيد هذه المشقة ونحسنها، وأرجو من الأساتذة الموجودين في هذا المعهد أن يطبقوا اللغة العربية حتى يستمعون إليه الطالبات والطلاب جميعا إن شاء الله. طيب السؤال الثاني يا أستاذ في دمنشق، كيف معاملتك مع الأساتذة والطلاب والطالبات في تطبيق اللغة العربية؟ أقول بإذن الله تبارك وتعالى عن طريق المعاملة، يعني المعاملة نحن كما نعيش في هذا المعهد مع الطلاب والطالبات الموجودين في هذا المعهد المبارك. نعم، يعني عن طريق المعاملة نحن نتعامل، يعني نتكون وأيضا نتعاون في كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون هذا مهم يعني فينا، يعني حتى في حياتنا هذه الفانية. نعم. كيف نتعامل معهم؟ يعني على ماذا؟ على ما ورد الله ورسوله في القرآن الكريم وسنة رسوله وسنة رسوله الكريم. نعم. نعم. عن طريق هذا الناس هذه عن طريق هذين النصين، يعني القرآن والسنة. نعم. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، يعني وبهما إن شاء الله نطبق هذه اللغة العربية الفصحى عن طريق هذا. نعم. المهم. نعم. مهم جدا. نعم. هكذا يعني. صحيح. فكذلك نحن لا نستطيع أن نجبرهم يعني إجبارا، لا، إنما نحن نستطيع يعني أن نربيهم، يعني كما لاحظنا في القرآن الكريم، وأيضا كما يعني اتبعنا كما لاحظنا ورأينا وتعلمنا من القرآن والسنة. نعم. هذا هو مهم يعني. هكذا بدونهما لا نستطيع أن نربيهم. نعم. صحيح. في أي مكاتب، في أي مدارس، في أي معاهد الموجودة على مستوى العالم كذا. طيب أستاذة ريما، كيف معاملتك مع الأساتذة والطلاب والطالبات في تطبيق اللغة العربية؟ نعم. حتى الآن أحاول أن أكلم الطالبات خاصة باللغة العربية الفصحى حتى يستمعون إلى كلامي الأصح مما سمعنا من قبل. نعم. وأكلمهن بشيء بسيط، بشيء سهل. نعم. حتى تكون الطالبات في أفكارهن يفكرن أن اللغة سهلة وأن اللغة جميلة. صحيح. هكذا. وممتعة أيضا. نعم، وممتعة كذلك. طيب السؤال الثالث يا أستاذ بدمنشق، تفضل. هل في نظرك أن تحقيق اللغة العربية يكون مطابقا لدى الطلاب والطالبات على وجه الخاص؟ جزاك الله خير. على هذا السؤال أرد عليه أن تطبيق هذا مهم. إن شاء الله سيكون مطبقا إذا كنا مجتهدين في تربيتهم. هكذا. هذا أول شيء. وثاني شيء نقول أن يعني لابد يكون هناك ونحن نلتزم بتربيتهم. نعم. نعم. يعني نقول لازم يكون عندنا رغبة. صحيح. سواها ما نقدر. مثلا على سبيل المثال أنا أربي واحد من الطلاب. ماشي. طيب
لكن لما كنت معهم في السكن مثلا لا أريد أن أربيهم، لا أكلمهم ولا أي كلمة العربية. نعم. إنما نحن نتكلم باللغة المحلية فلا فائدة. فلذلك نقول ثاني شيء لابد يكون عند الطلاب عند المدرسين والمدرسات الرغبة في التربية. في التربية. نعم. حتى في التطبيق. فنقول في أخير هذا الكلام سيكون هناك التطبيق هذا مطبق في هذا المعهد المبارك. إذن العربية، تكلم العربية هذا أيضا بتطبيق. نعم. الكلام يعني التكلم مهم. الكلام مهم. دون تكلم ما نقدر أن نتعود ونمارس بهذه اللغة المفيدة، لأنها لها تأثير تؤثر في حياتنا هكذا. إن شاء الله. إذن ممارسة وتطبيق هذا مهم جدا. إيه صحيح، هذا مهم كذا. مهم جدا. نعم. طيب، وأنت كيف رأيك أو في نظرك أن التحقيق في اللغة العربية يكون مطابقا لدى الطلاب والطالبات على وجه الخاص؟ نعم، إن شاء الله سيكون مطابقا. نعم. في المستقبل إن شاء الله. وهذه سيكون مطابقا أيضا، ليست بسهلة طبعا. لابد أن نحاول أن نعطيهن ماذا؟ كثير من المفردات من الكلام اليومية حتى يطبقناها. وأيضا من المدرسات ومن المدرسين لابد عليهم وعليهن أن يطبق هذه اللغة ومن استماعهن ومن استماعهم سيكون الطالبات والطلاب تطبق أيضا هذه اللغة. إذن الأساتذة هذا لابد بالعربية، صحيح؟ نعم. حتى غير المتخصصين لابد عليهم أن يتعودوا هذا. طيب، السؤال الرابع يمكن هذا أريد أن أسألك أستاذ في دمنشة، ماذا أنت صانع إن وجدت مشقة لدى الطلاب والطالبات في تحقيق اللغة العربية؟ جزاك الله خير. نعم. أرد على هذا السؤال. إن وجدت المشقة ولا صعوبة يعني فيهم. نعم. أول شيء أقول أن المخارج يكون عندنا من ناحية الأستاذ والأساتذة. نعم. المشقة ما هي؟ ممكن على سبيل المثال هم يتعصبون في تطبيق اللغة ونحن مساعد لهم. نعم، نحن مساعد لهم. مثلا هم يتتأتؤون في الكلام. نعم. ما يتكلم بسهولة، إنما بصعوبة بالعكس. طيب، أرد على هذا المسألة. يعني نحن جاهزون كمدرسين والمدرسات الموجودين في السكن ولا مسكن. نعم. طيب، نواصل الجواب من أستاذ دمنشة. سؤال: هل هناك يمكن طريقة سهولة في التطبيق أو في تعليم اللغة العربية؟ الطريقة الأولى يعني الاستماع الكثير، لأن الكلام نعم اللغة هو الاستماع. اللغة هي الاستماع. حتى الطفل الصغير يستطيع أن يتكلم بعد الاستماع. هكذا نحن نتعلم اللغة. لابد أن نستمع كثيرا إلى هذه الاستماع التي في التلفزيون أو في التلفاز أو كيف هذا؟ أي مواصلات يعني. نعم. أيوه. الاجتماعي مثلا. الاستماع. الاجتماعي أولا. الاستماع ثم التطبيق. نعم، التطبيق حتى شيء بسيط يمكن. نعم، لا بأس. دقيقة ممكن أضيف على هذا الكلام يعني. تفضل. نعم. أضيف إضافة أن ممكن كما يعني يكون سابقا
تعليم اللغة العربية. كما لاحظنا وكما قلنا سابقا في تعليم اللغة العربية، أول شيء أقول أن اللغة العربية تحتوي على 4 مهارات. صح. نعم. المهارة الأولى يعني الاستماع. صح. أول شيء استماع كصبيان هم ما يتكلمون إلا استماع أول شيء. نعم هكذا. ومهارة الثانية يعني ما هو الكلام. نعم. والكلام يتساءلون في أي شيء. نعم. ممكن شيء يتعلق بالمفردات كذا. صحيح. هذا شيء طبيعي. نعم فطرة عندهم هكذا. ومهارة ثالثة القراءة. لولا أختي صح. القراءة ولا كتابة. نعم هكذا. لكن يفهم أيضا في علوم من النحو أو ممكن في علم الصرف. الكلام نعم. يعني يحتوي فيه قبل أن يتعلم هذا الفن. لازم عليه يتمارس. نعم. ليس القاعدة أولا. نعم. ليس القاعدة لكن ممارسة. صحيح. ممارسة هذه مهمة. ممارسة هي المهمة يعني في حياته. فلذلك نحن في المعهد هذا المبارك عن طريق هذا المعهد نستطيع أن نصلح لهجتهم. نعم. كيف ينطقون اللغة العربية بكلام العربي مثلا. نعم. ليس كأندونيسيين ينطقون اللغة العربية كواعدهم هكذا. على سبيل المثال موجود فقط. هذا التعبير ما يفهم من عند العرب. لا يفهم هذا الكلام. نعم. صحيح. نعم. ما شاء الله. ولذلك نحن يعني متعلمون وأيضا مدرسون والمدرسات في هذا المعهد وخريجين من أي معاهد. نعم. ولا جامعات العربية مثلا. نعم. كما كنت مثلا سابقا كذا على سبيل المثال. هذا. نعم. هذا من أخطاء المعاهد كثيرة. أستاذ هم يتعلمون القاعدة قبل كل شيء هكذا. القاعدة نتعلمها بعد أن نمارس اللغة. هكذا. ما شاء الله. جيد. طيب السؤال الآخر وما أثار تعليم اللغة العربية في حياة الطلاب والطالبات بعد أن تعلموها حتى أصبحوا متكلمين بها؟ نعم جزاك الله خير. أرد على هذا السؤال الأخير وإن شاء الله أكلم بكلام وجيز يعني وأختم أيضا ختم مفيد إن شاء الله. يعني الآثار طبعا ما يتأثر في أنفسهم. صحيح. أول شيء نقول على سبيل المثال لما قرأ القرآن قرآن مباشرة فهموا معناها. أول شيء. وشيء ثاني لما يعيشوا في هذه الدنيا الفانية يعيشون كما يعني أراد الله ورسوله. نعم. مثلا يعيشوا عند المجتمع يمشي ويجلس ويقعد ويركض. نعم. نعم. وينام أي حال يعني أي حال. نعم. سيعيش فيفعل هذه الأشياء كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه فاهم القرآن. نعم. وهكذا. إن شاء الله. إذن لكي نفهم القرآن لابد علينا نتعلم باللغة العربية. لأن الهدف والغاية في تعليم القرآن لكي نفهم بداية القرآن. يمكن السهولة بالحفظ. صحيح. نعم. في حفظ القرآن أيضا إذا يفهم بالعربية إن شاء الله. نعم. بسهولة بالعربية بحفظ القرآن. طيب وأنت ما رأيك؟ يمكن تواصل ما الطلاب والطالبات يتعاملون مع القرآن في أيامهم. نعم. وكذلك الأحاديث النبوية والعلوم الإسلامية. وهذه العلوم والقرآن والحديث كلها بالعربية. نعم. فتعلم اللغة يساعدهم في فهم هذه العلوم والقرآن والحديث وكذلك مراجعته وفهمه. أيضا ويستطيع باللغة
أن يذهب إلى أي مكان في الخارج، نعم. خاصة كمثل أخينا هذا، نعم. الحمد لله. وقد سافر إلى أين أستاذ أنت الآن؟ كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية، ما شاء الله. كم سنة؟ ومكثت فيها أكثر من سنتين. ما شاء الله. أحسنت الحمد يا لله. أخي. نعم، جزاكم خير. طيب يا إخوان ويا إخوان الأحباء، هذان أستاذان متخرجين من معهد العلوم بليفيا، نعم، معهد العلوم الإسلامية والعربية بليفيا جاكرتا. نعم، لعلكما تنجحوا في إن شاء الله في كل شيء ممكن. نعم. آمين. طيب كذا، شكرا لكما، شكرا وإياك. أستاذ. ماذا نقول بكلامنا في هذا اليوم، وأيضا أستاذة ريما، نرجو إلى الله ونحن نعتقد إن شاء الله إذا هناك تطبيق أو ممارسة مع الأساتذة والطلاب والطالبات، إن شاء الله نحن في هذا المعهد ابن سينا جلوبال SRLF نستطيع أن نتحدث ونتكلم باللغة العربية، وأيضا إن شاء الله هناك سهولة في حفظ القرآن. آمين يا رب العالمين. هيا نختتم بقراءة دعاء كفة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. السلام ورحمة الله.